وازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه يا جماعه؟ والنهارده هنجيب ازاي اللبس ده من اللعبه دي. هي بصراحه هتاخد شويه وقت، يعني هتضطر تدخل كام يوم ورا بعض للعبه دي بصراحه، لان الحاجات محدوده، يعني الفلوس اللي بيديها لك محدوده كل يوم، يعني الا لو انت كنت بتلعب قبل كده. تمام. المفروض ان انت توصل لليفل 5. لازم توصل لليفل 5 عشان خاطر تقدر تاخد اللبس اللي هو ده. نزل قبل كده شعر يا جماعه، شايفين؟ خلص في نفس اليوم يا جماعه، والله خلص. يعني نزل الصبح او يمكن نزل امبارح بالليل، يعني الفجر ممكن نزل، وعبال الصبح كان خلص والله يا جماعه. يعني ملحقناش نقول لكم عليه، اللي هو زي بتاع الاسود. الطريقه اللي انت ترفع بيها الليفل وان انت تاخد بيها الحاجات عن طريق الالعاب، بتروح للراجل ده وبتختار اللعبه دي تسلق. لا تاخد العربيات ولا تاخد المجوهرات، تمام؟ لانك هتنقص لو خدت المجوهرات او العربيات. انا بروح هنا تاني اهو. انا خدت دلوقتي 5، وانا كان معايا قبل كده فلوس. قلت اعمل ابجريد، افتكرتها ب30 طلعت ب40 يا جماعه، عشان اعمل ليفل 4. ليفل 4 ب40. اللي هي البتاعه دي الصفرة دي اهو، شايفينه؟ ليفل 5 لازم اوصل ليفل 5 عشان اخد اللبس ده. فبنفضل نلعب يا جماعه، كل لعبه بتديك عدد معين من الفلوس دي. يعني مثلا اللعبه اللي هي الاوبي دي، اللعبه دي بتديك 10 بصراحة. يعني 10. فهي ليك 3 مرات في اليوم، ليك تلعبها 3 مرات بس في اليوم. فانت بتفضل تلعب الاوبي ده 3 مرات، هتجمع 30. بس هي مش 30، لان انت كل مرة بتلعب بياخد منك تذكرة للعب، يعني بياخد منك 1، فبتبقى مش 30. يعني اخصم على كل مرة 1، يعني هتبقى 8 لا 27. هيبقى 27 ل3، لان انت كل مرة هيخصم منك تذكرة. تمام. الالعاب التانية اهو خدت 10. تمام، خدت 10. الالعاب التانية دلوقتي انا هرفع الليفل اخليه 4. تمام. انا لسه معرفش السعر كام، خلي بالك السعر مش بيظهر غير لما اوصل للليفل. يعني اهو بص، ظهر لي الاسعار دي لما اعمل ابجريد لده، حتى اللي يوصل لي السعر بتاعه كام بالظبط. فطبعا الشنطه دي بقت ب60 اهي، وظهرت السعر عندي بقى ب60. فطبعا انا مش معايا غير 1 هلعب بيها، هلعب بالواحد ده. ما تخليش الفلوس عندك زيرو. فتفضل تلعب يا جماعه لغايه ما تجمع 50 كوينات. 50 عشان توصل لليفل 5. لازم ليفل 5 بترفع ب50. وانا معرفش بصراحه البتاع دي بكام. فانتوا بقى حاولوا تجمعوا عشان خاطر ترفعوا الليفل بتاعكم. وبكده يا جماعه انتهى الفيديو بتاعنا. لو بيكون عجبكم ما تنسوناش بلايكاتكم واشتراكاتكم الجميله عشان نوصل لكم جديد. ولا اقول لكم سلام.